مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم معنا من جديد، ولا زلنا متواصلين واياكم في هذه الحلقه من برنامجكم مباشر مصر. بيسعدني مشاهدينا الكرام ان يكون ضيفي في هذه الفقره الاستاذ المستشار احمد الفضالي، منسق تيار الاستقلال. كان من اهم المناهضين للحكم الاسبق، لدرجه انه عزل من رئاسه الشبان المسلمين لمده 5 سنوات عقبا على ترشحه على منصب رئاسه الجمهوريه في انتخابات 2005. ايضا قام الفضالي بتشكيل أول محكمة موازية ضد حكومة مبارك، تقدم للبرلمان بأول قانون لمساءلة رئيس الجمهورية، وكان وما زال ضد حكم الإخوان وضد نظامهم، وكان له دور هام في ثورة 30/6. بيسعدنا يكون معنا في هذه الفقرة المستشار أحمد الفضالي. أهلا بحضرتك سيادة المستشار، مرحب بحضرتك معنا. أهلا بيكي وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. تحياتي لك سيادة المستشار. بداية، كيف تقرأ المشهد المصري الآن؟ والله ده سؤال كبير. المشهد المصري الآن بيشهد مصر في مرحلة التحول. نعم. مرحلة التحولات الكبرى اللي بتشهدها مصر الآن هي مرحلة يعني بنيان مصر الحديثة. نعم. مصر النهاردة بتمر بأهم منعطف تاريخي، وهو الانتقال من حكم الاستبداد والفاشية الدينية والديكتاتورية والإرهاب إلى دولة مدنية مستقلة ومستقرة. نعم. يعني الوقت اللي احنا بنمر بيه الحقيقة وقت تاريخي، وقت هيكون له يعني التأثير الهام في شكل مصر. طب سيادة المستشار، قصدت مستقلة من التبعية لبعض الأنظمة كأمريكا في ظل الوقت الحالي، ولا مستقلة قصدت بيها إيه؟ لا، دايما الاستقلال. احنا ليه أنشأنا تيار الاستقلال؟ نعم. أنشأنا تيار الاستقلال لأن مصر كانت بتقع تحت وطأة الاحتلال الأمريكي بشكله الحديث. يبقى في احتلال عن بعد. نعم. يعني قرارك مش ملك ايدك. نعم. حتى لو كان ملك ايدك ما تقدرش تنفذيه، ما تقدريش نعم. تنفذي قرارك. نعم. في تبعية للسياسة الأمريكية. نعم. وده ما كانش يعني بسبب المصريين أو بسبب القيادة المصرية بس، بسبب توغل وتوحش المارد الأمريكي في المنطقة. نعم. أيضا التبعية للإخوان المسلمين بسبب العاطفة الدينية اللي ربنا أنعم على الشعب المصري بيها. البعض بيحاول يخليها بلاء، إن العاطفة الدينية أدت إلى سيطرة الجماعة الإرهابية على الحكم. قبل ما تسيطر على الحكم سيطرت على مشاعر المصريين، وهذا كان هي الخطأ. وصلت للحكم عن طريق سيطرتها أو اللعب على مشاعر المصريين من الناحية الدينية. بالظبط. نعم. وعشان كده كان الاستقلال معناه إن مصر تستقل عن التبعية الدينية بالتجارة بالدين، التبعية الفاشية، الاستبداد، لغة العصف بالآراء والأقلام، لغة العصف بالعقول. انتهى هذا العصر ب 30 يونيو. نعم. الاستقلال كان الهدف منه الوصول إلى 30 يونيو، كان الهدف منه أيضا جني ثمار ما بعد 30 يونيو. نعم. طيب، ونقول ده يعني حضرتك وصلت لنا ل 30/6، ولكن هنقول المشهد حاليا ذكرت لنا وصلنا بنسعى للاستقلال والاستقرار. السعي بالظبط. لأن ما زلنا حتى الآن في حرب مش باردة، ده حرب يعني على أشدها ما بين المصريين وقيادتهم الجديدة وثورتهم في 30 يونيو، وما بين المارد الأمريكي والقوى اللي اعتادت انها تملي قراراتها عليه. يعني احنا ممكن نقول سياده المستشار ان هي صراعات داخليه وخارجيه. داخليه العمليات الارهابيه اللي احنا بنشوفها حين بعد اخر ولا زالت، ولكن بنكرر ونقول دائما اذا كنت تتفق معي لن تثني المصريين على استكمال خارطه الطريق، والصراعات الخارجيه فيما يتعلق بالتبعيه. طيب، هنا معنا عاجل مشاهدينا الكرام، والامن يطلق الغاز لفض اشتباكات الاخوان والاهالي بميدان النعام. أكرر، الأمن يطلق الغاز لفض الاشتباكات ما بين الإخوان والأهالي بميدان النعام. أرجع مرة تانية سيادة المستشار، وننتقل من قراءتك للمشهد الحالي في مصر للمرحلة المقبلة، ونحن على مشارف انتخابات رئاسية بإذن الله. الكل بينظر إليها أو العالم كله بيتطلع إليها بخلاف المصريين بالتأكيد. ظهور بعض المرشحين، وكيف تقييمك لهؤلاء المرشحين، وكيف ترى المنافسة بينهم وبين المشير عبد الفتاح السيسي اللي كلنا بننتظر قراره النهائي بأنه يترشح لخوض العملية الانتخابية فيما يتعلق بالرئاسة؟ أولا، عملية الانتخابات الرئاسية هي عملية نتيجة حتمية لما شهدته مصر منذ قبل 30 يونيو. نعم. يعني لو شفنا الصورة بشكل أدق وبشكل أوسع هنلاقي إن ترشيح المشير السيسي الآن نعم. هو نتيجة
لما حدث على أرض مصر منذ تقريبا أن تولى مرسي الحكم وجماعته. نعم. النتيجة أن الشعب المصري كان يتطلع دائما إلى من يتقدم الصفوف ليخلصه من حكم الإخوان، بعد ما تبين للمجتمع والشعب كله الخديعة الكبرى اللي احنا اتخدعناها في من رفعوا شعار الإسلام، والإسلام منهم براء طبعا. عشان كده كانت النتيجة أن الشعب المصري تابع، ومتابعة الشعب المصري على فكرة يتسم الشعب المصري رغم بساطته بشدة الوعي، وهذا ما خدع الإخوان وخدع الأمريكان وخدع الجميع. الشعب المصري من الممكن أن يصمت قليلا ولكنه لا يصمت كثيرا. لذلك كان الشعب المصري محقا حينما تمسك بالمشير عبد الفتاح السيسي، ليس فقط عشان يمجدوه ولا عشان، لا، ده طبعا الشعب المصري تخلص من هذه الآفة. نعم. لكن الشعب يعلم مع من تتحقق مصلحته، مع من سيكون الشعب آمن والدولة المصرية مستقرة. هو المواطن المصري بيبحث عن الاستقرار والأمن، وبيبحث على مستقبل أفضل بغض النظر عن هو مين، فالشخص اللي بيلاقيه هو الأمثل للمرحلة هو ده اللي بأيده. طب بالزبط. هنستكمل الحديث ولكن معنا عاجل أيضا. وأعضاء الإرهابية يشعلون النيران في سيارة قاضي بطنطا. أكرر، أعضاء الإرهابية بيشعلون النيران في سيارة قاضي بطنطا. لازلنا متواصلين. يمكن النهارده شفنا اشعال النيران في سياره تابعه لاحدى القنوات الفضائيه بالهرم، الاسبوع الماضي في سياره للشرطه الى اخره، ولكن هكرر مثل هذه العمليات لن تثني الشعب المصري على استكمال مسيرته واستكمال خارطه الطريق اللي بدا خطواتها في 30/6 واستكمالها في استحقاقات او في الانتخابات استفتاء الدستور، ولا زلنا في انتظار الانتخابات الرئاسيه. عوده اليك مره ثانيه سياده المستشار. وكنا بنتحدث عن ليه المواطن المصري احنا مش هنقول بيطلب او بيرجو، ولكن هو كان بيأمر المشير عبد الفتاح السيسي انه ينزل للترشح في الانتخابات الرئاسيه المقبله، وعلشان اهدافه وعلشان طموحاته اللي هو بيصبو اليها. استكمالا يمكن بس اشاره بسيطه للي حضرتك يعني عرضتيه الان بالنسبه لحرق سياره قاضي. نعم. لابد ان نؤكد ونعيد يعني الذاكره الى ما كان يفعله الاخوان قبل ثوره 30 يونيو. خلي بال حضرتك ان الاخوان كان هدفهم دايما القضاء والجيش. نعم. لان القضاء والجيش صمام امان لمصر بالفعل. في احلك الظروف وفي عز الازمات هتلاقي دايما حائط الصد القضاء داخليا والجيش داخليا وخارجيا. ده سياره القاضي قاضي محاكمات الارهابيه في المنصوره ايضا يعني بالظبط. وقاضي المنيا منذ ايام قليله، وبدا يعني ده بيعبر عن ما يكنه الاخوان الارهابيين للقضاء المصري. عشان كده كانت وقفتنا وما تزال وستظل الشعب المصري لابد دايما يكون خلف قضائه. والله واعتقد ان احنا هنا حتى في قناه الفرعين برئاسه الدكتور توفيق عكاشه كان في اكتر من وقفه للحفاظ على مؤسسات الدوله، وقلنا القضاء والجيش والشرطه، وايضا ذكرنا المؤسسات او المؤسسات العريقه او الرموز الكبيره زي الازهر والازهر الشريف والكنيسه ايضا. والحقيقه ده موقف يعني عظيم للقناه ان تكون خلف يعني السلطات الرئيسيه في الدوله، وبالذات اللي هي مسنود ليها او منوط بيها حمايه مصر من الداخل. يعني القضاء بدون قضاء كان الاخوان عايزين يبقى العمليه كده والقضاء يسقط. اذا القضاء سقط الاخوان ما كانش حد يقدر يقف قصادهم. نعم. لان لما اسقطوا القضاء في تركيا استطاعوا ان هم يسقطوا الجيش على فكره. نعم. يعني القضاء دايما مدخل حتى لاسقاط الجيش التركي لم يسقط في ايد الاتراك الجدد اللي هم الاخوان الارهابيين بقياده اردوغان الا عن طريق اختراق القضاء اولا. نعم. واستولوا على القضاء اولا وبعد ذلك تصرفوا التصرفات دي. نعم. لذلك الخطر كان هنا اللي بيقابلهم القضاء. الحقيقه انا بشيد بالقضاء المصري، ومره ثانيه باكد ان القضاء المصري مش شعار بنقوله، القضاء المصري فعلا تاريخ وشامخ. نعم. وثابت وعريق، ورغم كيد الكائدين استمر القضاء المصري رغم اقتحام نادي القضاء، رغم الاعتداء على رئيس نادي القضاء، رغم اقتحام دار القضاء، رغم كل محاولات حرق محاكم مصر استمر القضاء شامخا. دي رسالة ان القضاء في مصر ليس اشخاص وليس مباني، ولكنه معنى وقيمة احنا بنعتز بيها. عشان كده الرسالة بتاعتهم وصلت لنا من بدري. والقضاء لن يتأثر بهذه التصرفات العدوانية الإرهابية الصبيانية.
نعم. نرجع تاني أعتقد لحديثنا. مهما كانت مثل هذه الأفعال يعني القاضي سيقوم بدوره على أكمل وجه ولن تأثر سواء حرق سيارة أو إلى آخره من أحداث. لن يتأثر. نعم. طيب نعود مرة أخرى للحديث والانتخابات الرئاسية المقبلة وتقييمك للمرشحين في المرحلة الجاية وتقييمك ليهم وبينهم أو المنافسة ما بينهم وما بين المشير عبد الفتاح السيسي في حال إعلانه الترشح، الإعلان النهائي عن الترشح. يمكن ده بيخليني أكمل مع حضرتك حديثي عن ليه المصريين وقفوا في غالبيتهم العظمى. في أغلبية ساحقة في الشعب المصري الآن هي اللي كانت بتنادي بترشيح الفريق عبد الفتاح السيسي الذي أصبح مشيرا وما زالوا ينادونه ويطالبونه بالترشح. نعم. وأنا أعتقد أن المشير عبد الفتاح السيسي إن شاء الله سيترشح لمنصب رئيس الجمهورية. نعم. وده يمكن من خلال لقاء جمع بيني وبين سيادته، وكان واضح الراجل في حديثه. يمكن أنا بحترم جدا دقته في اختيار كل شيء في موعده، في الترتيب دايما، في إعداد الأوراق، في حماية مصر أولا. يعني لا يعني أن يكون رئيسا للجمهورية بقدر ما يعنيه أن يكون قادرا على حماية مصر. وهو يعني سيادة المشير قالها أكتر من مرة ومن قبل ما يحصل على لقب المشير وكان لسه الفريق أول، وهو قال أنا لا أتطلع إلى منصب ولكن هي مصلحة الوطن أولا وأخيرا. ده بالتأكيد كان في أكتر. وفي جميع الأحوال إحنا نحترم رأيه ونحترم إرادته. ولكن حضرتك قلت ان من خلال لقاء جمع بينكما ان انت بالظبط يعني قال بكل صراحه كده. نعم. يعني كنت بتحدث معاه الحقيقه عن ان انا ناقل لي رساله من مواطنين في وجه قبلي ووجه بحري خلال جولاتنا عن الدستور، وكان الجميع بيطالب سيادته بالنزول. فيا ترى ما موقف سيادتك؟ الناس عايزه اجابه. فما كان قال لي لن اخذلهم. نعم. وهذه الكلمه ده عباره خطيره جدا وعباره مهمه جدا وعباره من رجل صادق. نعم. لن أخذلهم معناها أن هو لن يقبل أبدا أن يخالف إرادة المصريين. ويمكن قالها في أحداث 30/6 نحن بنأتمر بأمر الشعب. علشان كده لما نزلت الجماهير في 30/6 لتفويض الجيش والشرطة بالزبط. استجابوا. لما نزلت الجماهير يوم في 26 يوليو وفي 25 يناير واحنا بنحتفي بأعياد الشرطة، نزلت الجماهير أيضا لدعم المشير عبد الفتاح السيسي ليكون رئيس لمصر، وكان بأمر ونحن بنأمر المشير من باب ان هو بيأتمر بأمر الشعب. يمكن ايضا يعني انا مش حابه ان انا اكرر او ان انا يعني اذكر محاسن في اماكن ما او ان انا بنحاز لمكان انا بعمل فيه، ولكن ايضا كان لقناه الفراين اكتر من وقفه بتدعم، وفي 25 يناير وقبل وبعد بتدعم، وكان في وقفات خصيصا سواء في العباسيه او في ميادين عده للعابدين والعباسيه لدعم او لاجبار المشير عبد الفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسيه المقبله. طيب تقييمك للمرشحين، هل شايف ان في يعني قلت لي نسبه كبيره جدا جدا بتؤيد المشير عبد الفتاح السيسي، ولكن تقييمك يعني حمدين صباحي على سبيل المثال اللي قد يخوض الانتخابات الرئاسيه، بعض المرشحين الذين لم يعلنوا رسميا او البعض، كيف ترى هذه المرحله تحديدا؟ اولا انا ارى انها ظاهره ايجابيه جدا. نعم. ان يتقدم الى الانتخابات الرئاسيه كل من يرى في نفسه الكفاءه والقدره. نعم. يعني ما ينفعش ان انا بس انها تكون موجوده، ما نشوفش الشهره يعني اللي شفناه في الانتخابات اللي جاءت بحكم الاخوان، يعني ايا كان مما اسفرت او عما اسفرت هذه الانتخابات، ولكن شفنا اعداد اشخاص مهولين للترشح للانتخابات الرئاسيه. يعني بالظبط. يعني انا ضد مثلا انك تعرفي اسم واحد ويشتهر عن طريق ان هو ترشح لمنصب رئيس الجمهوريه. نعم. فبيبقى ترشح مخصوص عشان الناس تعرفه، وهو محب للشهره، عنده نعم. يعني احساس ان هو عايز الناس تعرفه. احنا بنقول ديمقراطيه ومن حق كل مواطن، ولكن فعلا هنؤكد اللي فيه الشروط الواجب والقدرة. طب حضرتك هننتقل، ايه النقاط او الشروط اللي شايف من وجهة نظرك يعني لابد من تواجدها، شروط لابد من توافرها في الشخص اللي هيقدم نفسه او هيرشح نفسه انتخابات الرئاسه بكل المقبله موضوعية في هذا التوقيت تحديدا؟ بكل موضوعية. نعم. خلينا نقول ان دي مصر بحجمها اللي العالم كله بيعرفه. نعم. من الصعب جدا ان انا أأتمن على مصر من خلال واحد مغمور، شخصية مغمورة، قد يكون وطني وقد يكون مخلص وقد يكون محب البلد جدا، لكنه غير قادر، غير الكفء. نعم. خلينا نحسبها بشكل اكثر دقة واكثر نعم. تفصيل. نعم. منصب رئيس الجمهورية ليست جمهورية، مش عزبة قطر ولا قرية قطر ولا هي تركيا، الدولة اللي فيها أقراض ومنقسمة وفيها
يعني 20 جنسيه، تركمانستان، على يعني خلي بالك فيها كتير جدا ناس ما هماش تابعين للدوله التركيه الاساسيه. نعم. يعني دويلات داخل دوله تركيا. نعم. لكن مصر دوله واحده وقويه وكبيره وتاريخيه وموقع استراتيجي كل حاجة وثقل ممكن. الى اخره من صفات تتميز بها مصر عن غيرها. مصر اللي ربنا وصفها بالامان ما ينفعش ندي رئاستها لواحد مغمور. يعني الشعب المصري برضو اكبر من كده. خلينا نحسب بكل عقل وبكل امانه وبكل حياديه. نعم. النهارده المشير السيسي انا لست منحازا اليه على فكره. نعم. بالعكس انا بطالب كل من يرى في نفسه الكفاءه والقدره فليتفضل. احنا بنقول هذه ديمقراطيه بالظبط. وراي انا الشعب. يمكن انحست لحاجه واحده لما عملت جولاتي الكبيره في قبلي وبحري في كل محافظات مصر. نعم. فكنت بدعو دايما للدستور. الموضوع ملوش علاقه لا بالسيسي ولا بانتخابات الرئاسه. في كل مؤتمر، في نجع، في قريه، في مدينه، اتكلم مع ناس دستور مصر حمايه لمصر، يقولوا السيسي. انتقل لمكان تاني، يا جماعه احنا جايين لكم الدستور هو اول عوامل استقرار مصر، وده فعلا. نعم. يقولوا اهم حاجه السيسي يترشح. يا باشا معنى كده ان في اجماع كبير جدا من الناس على المشير. انا لا ازايد ولا يعني ما عملتهاش قبل كده. نعم. مش دوري ان انا ابقى يعني معاون لاحد من اجل ان يكون ذلك الشخص مثلا في مركز ما او في منصب ما. لكن انا نقلت بكل امانه الغالبيه. طبعا هناك معارضه، لكن لازم نكون موضوعيين. لما تكون المعارضه بنسبه لا تصل الى 10%، يعني لابد ان احنا نكون منصفين ونعلم ان الاغلبيه الساحقه مع هذا الرجل. ده الموقف. يعني حتى احنا دايما بنقول ان في نسبه بتكون دائما معارضه، او حتى في العمليات الحسابيه نسبه خطا ونسبه، ولكن اذا كانت ضعيفه فهي لا تذكر. فنحن بنقول اجماع الشعب المصري فهو مجازا يعني راي صائب. بالظبط. لكن مع تقديري لكل شخص له الحق. احنا عندنا الانتخابات اعلن عن نفسه كمرشح محتمل الاستاذ حمدين صباحي. نعم. وهذا حقه، وهو رجل رئيس تيار سياسي، رئيس التيار الشعبي. نعم. ومن حقه ان يكون هناك توازن في العمليه السياسيه. مسيره الديمقراطيه لا تتحقق الا بوجود شخصيات سياسيه في مواجهه بعضها البعض في الانتخابات الرئاسيه. ايضا هناك من قال ان الفريق سامي عنان يريد الترشح فليتقدم. نعم. كل من يرى في نفسه الكفاءه حتى تكون هناك مسيره ديمقراطيه، والشعب هو صاحب الكلمه. نعم. انا مش قلقان، بالعكس انا بتزيد ثقتي في ان مصر هتكون اكبر واقوى بعد ما يكون في منافسه ويظهر فيها ان الشعب المصري فاهم وواعي واغلبيته الساحقه لا تسقط يمينا. هي دي ديمقراطيه، في اكتر من شخص والشعب بيقول رايه، الصندوق هيقول كلمته في الاخر وتفرز عن نتيجه. هي دي النتيجه اللي الشعب هيوصل اليها، هي دي النتيجه اللي ارجع اكمل جزئيه مهمه جدا. اتفضل. خليني بقى اقول الشعب المصري يختار مين. نعم. الشعب المصري مش هيقبل يكون في واحد مغمور يتولى حكم مصر. نعم. حكم مصر ده استاذه مريم منذ آلاف السنين مرهون دايما بقوة الحاكم. نعم. مرهون دايما بذكاء وقدرة الحاكم على حماية الدولة المصرية. نعم. حتى في عز ما كانت في خلافة وفي سلطان وفي أمير المؤمنين، كانت مصر دايما لها خصوصية، دولة داخل الدولة الإسلامية الكبيرة. ولذلك هذه الدولة المصرية لابد أن نثق أن من سيتولى حكمها بنبص في تاريخه. بقى هاتي تاريخه. حضرتك ترشحت النهارده، قدرت توفر ال 25,000 اللي اي واحد مرشح في مجلس الشعب في قريه هيجيبهم. نعم. هل ده معناه ان انت قادر على حمايه مصر؟ على انك تتبوأ مقعد منصب رئيس الجمهوريه؟ اعتقد ده موضوع في غايه الصعوبه. لابد ان احنا نعامل ضميرنا الاول. ما نبقاش داخلين الانتخابات عشان الناس تعرفنا، عشان اصل داخل الشهره عشان الناس، او يمكن اكون يعني لما اخش رئاسه الجمهوريه فاستفيد بمنصب ابقى قريب من رئيس الجمهوريه. في الانتخابات السابقه كان في بعض المرشحين اللي يعني، وعلى الرغم ان احنا الى حد ما بنكون على درايه بشكل كبير، احنا بنقول مين الشخص ده؟ مين الشخص ده؟ فبقينا نبحث هو مين الشخص ده؟ السيره الذاتيه. يعني هل من تقدم استطاع ان يؤدي وظيفه عامه في داخل محافظه، نجح في محافظه ان هو ينهض بيها؟ هل هو قدر يشتغل في عمل على مستوى الجمهوريه تنظيمي، فننظر في درجة إجابته لهذا العمل التنظيمي؟ هل استطاع أن ينسق، أن يدير، أن يحمي، أن يصون؟ كفاءته في العمل، وبالنسبة أنه هيبقى رئيس لدولة بثقل مصر، ولا العملية عملية يعني جايزة ومن سيتولى ومن سيفوز بهذه الجايزة
اللي هو حظه بقى لا ما ينفعش. نعم. انا بتكلم عن حكم مصر. نعم. حكم مصر لابد ان يكون الشخص الذي سياتي على مقعد رئيس مصر بقدر مصر، ولذلك لابد ان انظر في سيرته الذاتيه، لابد ان ابحث كيف سيحمي هذه الدوله. لما تجيبي المشير السيسي وجيبي معاه كل شخص، نعم، مش عايزين نستبق الحكم، نعم، عايزين الشعب المصري كل واحد كده ببيته يمسك ورقه وقلم، وانه ما بيعرفش يقرا ويكتب يفكر بعقله، يفكر ده عمل كذا وده عمل ايه وده عمل ايه. يعني النهارده ما ينفعش ان انا اتقدم لمنصب رئيس الجمهوريه حتى لو توفرت فيها الشروط عشان انا عايز كده، او عشان انا الشروط توفرت فيا. لا، في حاجه اصعب واعظم واهم من هذه الشروط، وهي القدره والكفاءه. نعم. ولذلك الشعب المصري عليه ان يمعن النظر، يعني يبقى مهتم جدا، يعني يعتبر دي عمليه مصيريه. اختيارك لرئيس مصر في هذه المرحله هي اختيار اما استقرار مصر، اما ولا قدر الله بنخش في نفق مش مظبوط. نعم. عشان كده الشعب المصري هو صاحب الكلمه، الشعب المصري هو اللي عليه العيب. كان في تجربه صعبه عشناها او عاشتها مصر، الانتخابات الرئاسيه نتيجه هذه المشاعر ان الشعب المصري شعب طيب، وساعات بيتعامل بالعاطفه ويركن العقل جانبا، الفكر شويه. ده غلط. احنا المره دي مش هنشتغل بس اعتقد سياده المستشار يعني ده كان في فتره، يعني اللي فات ده يعني اعتقد انه مش هيتكرر لاسباب عده، بغض النظر عن الاحداث اللي بتشهدها من خلال مصر. تذكير الناس، لا ذكر الناس لا دايما. وحتى غير كده سياده المستشار، يمكن عشان كنا في فتره من الفترات قلنا ان الجماعات الاسلاميه دي يعني مضطهده والى اخره، فاول ما ظهر الثاني على السطح كلنا تعاطفنا من الجانب الديني، ولكن بعد ما شفنا الحكم، بعد ما شفنا فتره، بعد العمليات اللي بتحصل، بعد كل يوم الاحداث، اعتقد خلاص اصبح من الوعي، يعني قدر من الوعي لدى المواطن المصري البسيط جدا، مش هقول المثقف او انه خلاص هيقدر يحدد انا ايه وعاوز ايه، واللي شفته ايه، واللي فات واللي قبله واللي قبله، انا هقدر احدد خطواتي في المستقبل. اعتقد كده بتتفق معايا؟ انا معاكي. ده جزء والجزء الاخر، الجزء الاخر طبعا في اهتمامات، في دراسه. نعم. دراسه للشخص المرشح، دراسه لمصر عايزه ايه الفتره اللي جايه، نعم. دراسه موقف العالم مننا ايه. نعم. احنا النهارده مصر بتعاني من المؤامرات الخارجيه والداخليه، يعني نعم. مش بس المتربصين بمصر بقوا في الخارج زي ما تعودنا دايما، ماسكين شبكه جاسوسيه اسرائيليه، ماسكين شبكه ناس بياخدوا فلوس عشان يهدوا بلدهم جوه مصر. نعم. لا، ده بقت المؤامرات من الداخل والخارج. الجماعه الارهابيه النهارده بتبذل اقصى ما في الوسع عشان تهد في مصر. يعني اللي بيحاول يحرق شوارع مصر ده تسميه ايه؟ نعم. النهارده احنا لابد نكون عند مستوى ظن بلدنا بينا. نعم. مصر محتاجه المصريين يتوحدوا. الاصطفاف الوطني النهارده مطلب في منتهى الاهميه. نعم. الاصطفاف الوطني معناه ان احنا مش عايزين مثيري النفاق والرياء واللي بيشقوا الصف واللي تعودوا ان هم يعيشوا على الفتن وان يكون في عدم استقرار. مصر ما تحتملش ده دلوقتي. نعم. طيب سيادة المستشار، تيار الاستقلال وحضرتك المنسق لتيار الاستقلال، خلال الفترة اللي فاتت قمتوا بعدة زيارات لبلدان عدة لتأكيد على 30/6، ويعني تحدثنا عن هذه الزيارات، ويعني كانت لفين والهدف منها ايه، وايه الثمار اللي حصلتوا عليها او اللي جنتوها من هذه الزيارات؟ بعد ثورة 30 يونيو الوضع اختلف في مصر. نعم. ما عادش ينفع ان الاحزاب السياسيه تبقى احزاب مجرد بتتابع اللي يحصل ويبقى عندها سياسه رد الفعل، بل لابد ان احنا نشارك ويبقى عندنا نظره مستقبليه. مصر نعم. محتاجه مننا ايه للي جاي. نعم. فاحنا وجدنا ان مصر في كم من المتربصين الذين يسيئوا الى شكل مصر في الخارج. نعم. اللي بيظهروا مصر انها في انقلاب عسكري. نعم. وبيظهروا مصر ان هي في ديمقراطيه وفي اعتداء على الديمقراطيه، وان مرسي المؤذي ده انه رئيس بجد، وان الشعب المصري في غالبيته 90% من الشعب المصري معاه حاجات كده. يعني احنا لما سافرنا بره فعلا كانت مهمتنا الاساسيه توضيح الصوره الحقيقيه. اولى الزيارات اللي قمتوا بيها؟ لا، كانت اول زياره لموسكو العاصمه الروسيه، وانا اعتقد انها فتحت الباب امام يعني علاقات نعم. كبيره. ان كان الوفد مشكل من 30 شخصيه مصريه. نعم. الحقيقه وفي غيرهم يعني 30 مليون. ال 30 شخصيه كلهم بيتبعوا للتيار الاستقلال؟ كنت احب ان هم يكونوا مشاركين. لا من الخارج، يعني من داخل تيار الاستقلال. نعم. ومن خارج تيار الاستقلال اكتر. نعم. تم التنسيق يعني على اي اساس تم اختيار هذه الشخصيات، ومين اللي نسق او قام بعمليه التنسيق لهذه الزياره؟ يعني هقول لحضرتك، احنا تيار الاستقلال اللي نسق للزياره.
نعم. لكن من يتقدم اللي تقدم لينا شفنا إمكانية إن يبقى في تجانس إزاي، ويبقى في تمثيل لأكبر قدر من الشعب. نعم. حزب مثلا الوفد، حزب المؤتمر، حزب التجمع، الحزب الناصري، وهكذا. نعم. يعني الأحزاب السياسية أيضا. نعم. التكتلات طبعا بالتأكيد في ناس كانت مهم جدا إنها تبقى موجودة معانا، والحظ ما أسعفناش والوقت ما أسعفناش، لكن ده بنتداركه في اللي جاي بحيث إن كله يقدر يقدم حاجة لبلده، لأن نعم. الهدف منها كان إزاي نأثر في علاقات مصر مع روسيا، إزاي نعم. نحول العلاقات الباردة التقليدية دي إلى علاقات متطورة واستراتيجية. نعم. وأعتقد أن ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله وفقنا في فتح الباب أمام علاقة استراتيجية مع روسيا اللي توجت وأثمرت فعلا على جهد غير مسبوق. نعم. وزيارة تاريخية للمشير السيسي مع وزير الخارجية دي كانت أنا بعتبرها تغيير في قواعد اللعبة في الشرق الأوسط، يعني نعم. تغيير خريطة الشرق الأوسط. زيارة تاريخية بالفعل. من لا يعترف بذلك يبقى يعني أعتقدش إن في شخص ممكن لا يعترف أو يتجاهل مثل هذه الزيارة اللي كل العالم حطها نصب عينيه، ويعني توالت ردود الأفعال، ولحد بعدها فترة وردود الأفعال كانت تتوالى ومتصدرة كل الصفحات سواء في الجرائد العربية أو العالمية أيضا حتى العبرية بدرجة كبيرة. بالظبط. طيب كانت أول زيارة لموسكو، وما هي النتائج أو عما أثمرت هذه الزيارة، ومين اللي قابلتوه؟ يعني حضراتكم رحتوا وفد 30 شخص؟ احنا نعم. يعني 30 شخص ما كانوش متمسكين ان كلهم يقابلوا وزير الخارجيه مثلا، لا لما زرنا الخارجيه الروسيه كان التنسيق مع السفاره الروسيه هنا في مع مصر الروسية ومع مسبقه ومع الخارجيه الروسيه. نعم. الحقيقه استقبلنا استقبال بحفاوه شديده، يعني ده كان مفاجاه لينا. نعم. ان احنا لسنا وفد رسمي لكن اتعاملنا كاننا وفد رسمي. نعم. فتحت لنا قاعات رسميه للزوار الدبلوماسيين. استقبلنا كبار القاده الروس. يكفي ان رئيس وزراء روسيا الاسبق وهو الاب الروحي لبوتين الزعيم الروسي. نعم. استقبلنا استقبال خاص في مكتبه. نعم. واقدر الحديث بود شديد عن علاقته بمصر، وتطلع الى ان تتغير علاقه مصر وان نقضي على يعني ما كان في السابق عالق في اذهان الروس بعد طرد السادات لخبراء الروس، وان نتجاوز هذه يعني هي العلاقات كانت فاتره للغايه من 72 ما بين مصر وروسيا، يعني مش هنقدر ننكر هذه النقطه. نعم. وبدانا من هذه اللحظه الحقيقه يعني نرتب كيف تكون العلاقات بين مصر وروسيا علاقات غير تقليديه. نعم. وترتب بعد هذه الزياره اعقبها الحقيقه زياره لوزير الخارجيه ووزير الدفاع الروسيين، ودي كانت نقله غير متوقعه. بعد زيارتنا لروسيا زاروا مصر، زار وزير الخارجيه ودي لم تحدث من قبل. نعم. زياره غير مسبوقه. ان وزير الدفاع طبعا وزير الدفاع تعني على طول ان هناك توجه لكي يكون هناك تقارب استراتيجي مع مصر. نعم. وزير الخارجيه قد ياتي في اطار تحديث العلاقات وتطويرها ولكن الدفاع بيبقى لها جانب اخر طبعا، مدلول واضح ومختلف ورساله للعالم. يعني ما نعم. هي السر احنا نعم. مش هنتكلم عنه، لا احنا بنتكلم ونقول ان مصر وروسيا حققوا تقارب غير مسبوق. والنهارده كبار الامريكان بيقولوا ان اهمال امريكا لثوره 30 يونيو سبب في توطيد علاقات مصر بروسيا. هي لوحت امريكا صراحه، وكان له راي منقسم. لما شفنا 2 من الكونجرس الامريكي جم زاروا مصر كان في راي، وكان في راي اخر لاوباما وقال ان هؤلاء لا يعبروا عن نفسهم. كان على اعتبار عايزين يوصلوا صوره علشان حلفائهم اللي كانوا الاخوان عايزين يوصلوا صوره للغرب او الصوره تبقى موجوده. وكان الاتحاد الاوروبي ايضا وكاترين اشتون والتصريحات اللي خرجت عن كل هؤلاء ان ما حدث في مصر هي ثوره، عفوا هي انقلاب عسكري وليست ثوره شعبيه، ولوحوا بالمعونه. ده شيء واضح. ولكن هرجع لنقطه النهارده وانا نعم. بكلمك في وفد من الكونجرس الامريكي زار مصر. نعم. وفد الكونجرس هو نفسه اللي بيشيد بدور 30 يونيو ودور الشعب في 30 يونيو، مصالح سياده المستشار بالتاكيد، ويعتبر ان كون السيسي له خلفيه عسكريه ان دي ليست سبه. نعم. بالعكس هم راوا ان السيسي صالح لأن يكون رئيسا، بل أفضل من يكون رئيسا في هذه المرحلة النهاردة. يعني هل جاء هذا التغير في الموقف نتيجة التوجه المصري لروسيا وتقارب العلاقات والصفقة بالتأكيد. الأسلحة الكبيرة اللي تم الاتفاق عليها وتدعيم العلاقات على مستويات عدة؟ بالتأكيد، وناتج أيضا عن زيارة مصر للصين وزيارة الصين لمصر. ناتج زيارتنا التي سبقت مصر لقطب اخر وهو الصين، الدب الروسي، والصين ايضا. احنا الصين عملنا حاجه عكس اللي عملناها مع روسيا. طب انا قبل ما انتقل للصين واللي اتعمل مع الصين عكس روسيا هقول اختيار، يعني بمنتهى الصراحه، لماذا تم اختيار روسيا اولا؟ هل
لأن روسيا على سبيل المثال من 2005 وهي بتدرج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، أو لأن روسيا يعني لها مصالح قد تتعارض مع مصالح أمريكا؟ ليه اختيار روسيا تحديدا كأول الزيارات لفتح مجالات أخرى لزيارات عدة؟ أنا هقول لك بكل أمانة، يعني ما هوش محتاج فكر كتير. نعم. إنك تكوني متجهة لروسيا. نعم. لما بعد 30 يونيو مباشرة ويوم 6 يوليو تحديدا، نعم، اجتمع تيار الاستقلال بكل قادته مع عدد من القيادات السياسية الأخرى. نعم. واتفقنا ان احنا لابد ان نتوجه الى روسيا كقوة شعبية فورا. بعد ما لقينا ان المارد الامريكي بيحاول يعني يبلع الثورة المصرية. نعم. ويستغل كل امكاناته الدولية في انه يشوه سمعة مصر. نعم. وانه يبذل كل مجهوده في انه يدعم الاخوان الارهابيين ويعيدهم للحكم. فكانت خطر جدا. نعم. ففكرنا من يوم 6 يوليو تحديدا حينما اتصلنا بالسفارة الروسية والخارجية الروسية وبدأنا نرتب لهذه الزيارات. نعم. فعشان كده ما كانتش محتاجة برضو بكتير من الدلائل، بالإضافة اللي حضرتك قلتيه. نعم. إن طبعا روسيا موقفها واضح في إدراجها الجماعة الإخوانية على قائمة الإرهابيين في العالم. ده شيء يعني احنا بصراحة بنقدره. نعم. للقيادة الروسية، أيضا لأن روسيا فقد دور من الواجب أن تلعب هذا الدور في المنطقة بشكل بالزبط. عام، خاصة بعد فقدت في روسيا في سوريا لا مش بس دلوقتي، وليبيا وقبلها العراق يعني. ده من الأول. يعني تخيلي نعم. لو روسيا من 72 ما غابتش عن المنطقة وكان في نوع من التوازن ان امريكا وروسيا. خلي بالي حضرتك برضه، انا باكد على حاجه، مش معنى ان احنا بنتجه لروسيا ان كان في قراراتنا ان احنا نقطع علاقتنا خالص مع امريكا. لا، احنا بنقول بنعيد رغم تحفظنا على كل التوازن، يعني يبقى في توازن في العلاقات مع الغرب ومع الخارج بشكل عام. رغم تحفظنا على الدور الامريكي الذي يلعب من اجل يعني الفوضى الخلاقه اللي معروفه. نعم. ولكنها لم تعد فوضى خلاقه، بقت فوضى هدامه وستنال من الولايات المتحده الامريكيه على فكره. هي خلاقه ولكن عامه يعني بتخلق ايه في الاخر؟ بتخلق فوضى. وهتنال من مؤيديها، يعني هتنال مش بس من امريكا، هتنال من مؤيدي هذه الفوضى. نعم. النهارده بوسطن وولايات امريكيه لم تسلم من الارهاب. نعم. في عز ما كانوا بينظموا بطوله رياضيه عالميه تم تفجير قنبلتين. نعم. وعلى مرأى ومسمع من العالم. امريكا بكل ما تدعيه من قوه قدرت تمنع؟ ما قدرتش. قدرت تكتشف؟ ما قدرتش. نعم. ما يقدروش يقولوا عندنا ان في ضعف في الدوله المصريه دلوقتي. الارهاب لا وطن له ولا سيطره عليه. نعم. الارهاب اذا لم تتعاون الدول كلها واولهم امريكا تتعاون مع مصر في مواجهه الارهاب، فامريكا هتبقى شريك في هذا الارهاب، وسيطال الارهاب امريكا. نعم. بلا شك، وسيطال الغرب ان صمت اكثر من ذلك. عشان كده احنا توجهنا لروسيا لم يكن توجه عادي، بل له مبرراته الكثيره والكثيره. نعم. نعم. حينما توجهنا بعد ذلك الى الصين، اعقب زيارتنا للصين الحقيقه زياره الوزير نبيل فهمي، هذا الرجل الذي الحقيقه بنشهد ليه الآن. أنا أحدثك اليوم هو في طريقه إلى الكونغو وتنزانيا. نعم، زيارة لدول إفريقية. نفسنا أن كل الوزراء يبقوا بهذا الشكل، يعني ما يعودوش. مصر محتاجة الوزير المتحرك والمحافظ وجيد المتحرك. ان احنا اصبحنا نتجه برضه يكون في بيننا علاقات شرقا وغربا وافريقيا وعربيا واسلاميا وغربيا تحديدا يعني. واحنا دلوقتي في سد نهضه وفي مشكلات، فلازم يكون لنا يعني برضه دور ولينا ثوابت في احنا اثرنا في الثوابت دي يا استاذ مريم. اثرنا من خلال فتره بعيده، يمكن ربما من حادث الاغتيال او محاوله اغتيال الرئيس الاسبق مبارك في اديس ابابا، والعلاقات اصبحت الى حد ما ضعيفه جدا، وتلاشى الدور المصري مع الاسف في دول حوض النيل. وده خطأ بندفع ثمنه بدون ذنب كمصريين. بالتأكيد. النهارده احنا بنطالب القياده السياسيه بالاستمرار في النهج اللي ماشيه بيه. نعم. الاستمرار في تنوع العلاقات مصر الدوليه. نعم. التوازن لن يحدث الا بالتنوع. نعم. تنوع مصادر السلاح، انا بحيي جدا ولن استمع الى من يتحدث ويقول يعني خلينا مع امريكا وامريكا، يعني انتهى هذا العصر. وليه كمان يعني يمكن سيادة المستشار يعني له جوانب أخرى، قال دائما أمريكا بتحافظ على ابنتها إسرائيل والتفوق بالطبع النوعي في المنطقة، فنحن نتجه للجانب الروسي. إذن أصبحنا يعني متنوعين لمصادر أسلحتنا، فما أصبحناش تحت المراقبة وتحت يعني بنفس قدر من التبعية لأمريكا. أصبحنا في نوع من الحرية بدرجة أكبر على نظام الأسلحة والدفاع. عايزك تنظري لأمريكا بتتعامل إزاي مع إيران دلوقتي. نعم. وافتكري كانت بتتكلم على ايران من سنه واحده ازاي. نعم، خاصه كانت بتقول ان انا ههدم ايران، هدمر ايران، اعاقب ايران.
حاصل شفنا جون كيري في النهايه بيقول دلوقتي في مباحثات جنيف التي تتعلق بالملف النووي الايراني إيران بقت صديقه نوويه، بيقول مش بس كده، ده انه قال كمان ان العقوبات على ايران بتضر، يعني فهو عايز مش حابب يكون في اي عقوبات تراجع امريكا عن موقفها بعد قوه ايران. نعم. يعني خلي بال حضرتك، ما ينفعش ان مصر تفضل سلبيه، ما ينفعش. العصر اللي فات ده مش هيتكرر تاني. عشان كده مصر اللي بدأت دلوقتي في 30/6 لابد انها تكون بمعنى اقوى، تستعيد فيها قوتها وريادتها العربيه والاسلاميه والافريقيه والعالميه. النهارده مصر ما ينفعش انها تبقى دوله محظوره السلاح مثلا وغيرها محاصرها بالاسلحه النوويه. نعم ده مش سلام. نعم. مش هو ده السلام. اذا كانت مصر تدعو للسلام، نحن ندعو للسلام في اطار الاحترام المتبادل والمعامله بالمثل، وكلنا نعم. بنفس القوه. نعم. طب سياده المستشار، هنكمل حديثنا مع حضرتك، ولكن هننتقل مشاهدينا الكرام ونشوف فيديو يتعلق باحراق لا هيكون معنا على الشاشه احراق سياره القاضي بطنطا اللي كان معنا عاجل، وهيكون معنا عبر الهاتف مراسل قناه الفرعين اسلام الخياط. زميلنا اسلام، الو زميل اسلام معنا؟ طب احنا دلوقتي مشاهدينا الكرام في معنا الصور بتظهر على الشاشة، والصورة للسيارة اللي تم إحراقها من قبل الجماعة الإرهابية، وهي صورة من داخل طنطا، صورة لسيارة قاضي بطنطا، هو قاضي المختص بالمحاكمات أو محاكمة الإرهابية، المحاكمات الخاصة بالإرهابية في المنصورة، ولكنه من طنطا وتم إحراق سيارته. ألو إسلام؟ نعم مريم، من محافظة الغربية، وعايزين نقول للسادة المشاهدين إنها مش المرة الأولى ولا الأخيرة نعم. اللي بيتمكن منها الجماعة الإرهابية من حرق وإشعال سيارات ضباط الشرطة والمستشارين وكل من ينتمي أو كل من يحاول الوقوف على خارطة الطريق، دعم خارطة الطريق، نعم. بإشعال سياراتهم بطرق غير مشروعة، بإشعال النيران بها من خلال إطارات الكاوتشوك او حذف او بعض القاء المواد البتروليه حول السياره او داخل السياره لاشعالها. فاليوم في محافظه الغربيه وتحديدا بشارع النحاس، هو شارع من الشوارع الناقيه بمحافظه الغربيه، نعم. وتحديدا بشارع بونابرت، تمكن بعض المجهولون من احراق واشعال سياره مستشار قاضي بمحكمه المنصوره، وبعد الفحص والمعاينه تبين ان هذا القاضي هو المسؤول عن محاكمات انصار الرئيس المعزول داخل المحكمه بمحكمه المنصوره. نعم. وهو مقيم بمدينه طنطا. نعم. وبالمعاينه بعد نزول فريق بحث من قسم اول طنطا برئاسه العميد احمد عبد الوهاب والملازم اول قائد منوب القسم محمد ثعلب، بالفعل تبين من فحص سياره باحراقها بعد اشعالها من جهه من الجهه الاماميه والقاء عليها مواد بتروليه بنزين بداخلها وبداخل التانك، مما ادى الى اشعالها واحراقها، واثرت على ذلك اشعال العقار الملاصق لها الدور الارضي الطابق الارضي، مما ادى الى اشعال الشرفه البلكونه الشرفه العقار، وادى الى استياء وذعر بين المواطنين وخوف وهلع شديد. طب هل في اي اصابات نتيجه اشتعال الدور الارضي كما ذكرت في العقار المجاور او اللي كانت السياره بتتواجد بجواره؟ لا، هو بالمعاينه بالفعل هو تم تحطيم السياره نهائيا، واثر على ذلك اشعال الشرفه العقار الملاصق لها وهو سكن القاضي الكائن امام السياره. نعم، احنا دلوقتي شايفين بالفعل السيارة امامنا على الشاشة وهي محترقة بالكامل. هل تدخلت قوات الاطفاء لاطفاء السيارة والاضرار اللي لحقت بالمبنى او اطفاء النيران اللي اشتعلت بالمبنى المجاور، ولا كيف تم التعامل مع الحريق؟ بالفعل مريم، طبعا بالتنسيق مع او بالتعاون مع اهالي المنطقه، علما ان هذه المنطقه شهدت منذ اسبوعين ماضيين حرق واشعال سياره رئيس مباحث قسم اول طنطا، السياره الملاكي الخاصه به بنفس المنطقه وبنفس الشارع الكائن به سياره المستشار. وبالفعل بالتعاون مع اهالي المنطقه تم احتواء على قدر ما يستطيعوا من اطفاء السياره، لحين تدخلت حمايه الاطفاء وقسم المفرقعات للبحث عن وجود اي مفرقعات او اي
اجسام غريبه في محيط هذه المنطقه. نعم نعم. بشكرك جزيل الشكر زميلنا إسلام الخياط مراسل قناة الفرعين بمحافظة الغربية. جزيل الشكر لك إسلام. طب أنا أنتقل من الغربية للإسكندرية ولعمل إرهابي آخر قامت به عناصر الإرهابية، ومعنا الزميل عمرو أنور اللي هيطلعنا على آخر أخبار فيما يتعلق بانفجار عبوة بدائية الصنع بحديقة قريبة من فعاليات مهرجان السياحة اللي بتشهده الإسكندرية اليوم. ألو الزميل. تحياتي لحضرتك ومشاهدي قناه الفراعين. تحياتي ليك واهلا بيك. اطلعنا على اخر الاخبار فيما يتعلق، يعني وصل لنا انباء عن انفجار عبوه بدائيه الصنع في حديقه، يعني بيتواكب ذلك مع انطلاق او فعاليات مهرجان السياحه بالاسكندريه. ظهرا مهرجان انطلق اليوم عقب صلاه الجمعه تحديدا في الساعه الثانيه ظهرا مهرجان الاسكندريه السياحه والامان الذي دعا اليه نعم. اللواء طارق مهدي محافظ الاسكندريه وسط الظروف التي تمر بها البلاد. نعم. المهرجان انطلق من امام شباك المنتزه بشرق الاسكندريه وفي منطقه المنظره وداخل حديقه بشاطئ المنظره انفجرت عبوه بدائيه الصنع. لم يسفر الحادث عن اي حالات اصابات او اي خسائر ارواح او خسائر ماديه، ولكن نعم. انتابت الاهالي حاله من الذعر والفزع نتيجه المدوء داخل الحديقه. الامر الذي ادى الى مشاهده الاهالي لما حدث وفروا من المكان، يعني اصابهم الذعر والفزع. انتقلت ايضا قوات الحمايه المدنيه لمتابعه ما حدث بالضبط، وتبين انها عبوه بدائيه الصنع وضعها مجهولون داخل الحديقه. نعم. ايضا كانت هناك مسيره لجماعه الاخوان الارهابيه بمنطقه سيدي بشر وتحديدا نعم. بشارع هدى الاسلام. اشتبك الاخوان مع اهالي المنطقه حتى جاءت الشرطه والجيش فرقت بينهم. ده كان امتى زميلنا عمرو؟ عقب صلاه الجمعه في منطقه سيدي بشر. طيب احنا النهارده بنقول في فعاليات مهرجان السياحه والامان بالاسكندريه، ويعني احنا كنا شايفين موكب وفي سيارات بتجوب الشوارع، والانفجار اللي حصل في الحديقه ده يعني كان في ده بيتزامن مع مرور السيارات اللي خاصه بمهرجان السياحه والامان في الاسكندريه ولا كان توقفت السيارات فور سماع دوي الانفجار، وتعطلت حركة المرور في منطقة المنتزه لمدة نصف ساعة تقريبا حتى نعم. بحث رجال الشرطة الأمر، وتبين خلو المنطقة من أي أعمال أخرى سواء متفجرات أو أعمال يدوية الصنع. نعم. واستكملت المسيرة أو فعاليات المهرجان الخاص بالسياحة والأمان بالإسكندرية؟ نعم، تم استكمال الفعاليات لمنطقة سيدي جابر. وكانت الشرطة العسكرية في انتظار موكب المهرجان، ومن منطقة سيدي جابر ستنطلق إلى منطقة قلعة قايتباي بوجود اللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية. نعم. شكرا جزيلا لك زميلنا عمرو أنور مراسل قناة الفراعين بالإسكندرية. تحياتنا لك يا عمرو. تحياتي لك. سيادة المستشار، عمليات إرهابية، انفجار، إحراق سيارات، يعني النهاردة أيضا الإسكندرية بتشهد مهرجان أو فعاليات مهرجان السياحة والأمان، وبنشوف عبوات بدائية الصنع في الحدائق بقرب من الموكب اللي هيسير إلى آخره. تعقيب حضرتك على المشهد؟ أنا بسمي دي محاولات يائسة. نعم. بالتأكيد أنت بتعملي مؤتمر ومهرجان للسياحة والأمان، يعني الرسالة اللي عايزين يبعتوها هذه الجماعة الإرهابية نعم. إن مفيش أمان، ورسالتهم فشلت. نعم. أنا كنت لسه أقول ونتيجة الرسالة أو مردود الرسالة، وبعدين هو معنى وحتى لو متقدمة يعني معنى إن في قنبلة حتى لو ده معناها إن هم منتصرين، ده معناها إن هم منهزمين. نعم. لا يلجأ إلى العنف إلا المنكسر المهزوم الضعيف المجرم، يعني لا يلجأ أبدا إلى العنف إنسان سليم. وبالتالي أنا بعتبر كل اتجاه الجماعات التابعة للإخوان إلى هذا العنف دليل على فشل الإخوان في مصر. نعم. يعني خلي بال حضرتك، الناس لابد أن تتفائل. في عز ما احنا بنواجه الإرهاب علينا أن نصمد، محتاجين نصمد بس لغاية ما نخلص خارطة الطريق بسلام بإذن الله. خارطة الطريق محتاجة من المصريين إن هم يبقوا يد واحدة. الفرقة وكتير من العناصر البسيطة جدا اللي بتتعمد إثارة البعض ضد البعض دي لابد إن احنا نبقى واعيين لها. نعم. الشعب المصري النهاردة عليه دور تاريخي. الشعب هو اللي يحمي مصر، لا رئيس قادم ولا مسؤول ولا رئيس طيار ولا رئيس حزب، كل ده بيأدي دور، لكن الدور الرئيسي، الدور الحيوي، الدور المهم، الشعب عايز ايه والشعب واعي لغاية فين. وده اللي احنا بنراهن عليه الحقيقة، ان الشعب المصري اصبح اكثر وعيا.
وبالتأكيد بعد 30 يونيو محدش يقدر يرجع الشعب المصري تاني للخندق اللي كان بيحاول الإخوان وغيرهم يحطوا الشعب المصري فيه. نعم. سيادة المستشار، عودة مرة أخرى للحديث للنقطة اللي كنا نتحدث فيها قبل أن احنا نتواصل مع مراسلينا. كنا نتحدث عن أمريكا وموقفها، وكنت بتتحدث تحديدا عن التحول في موقفها تجاه إيران، ومؤخرا ذكرنا تطورات على صعيد العلاقات ما بين العلاقات الأمريكية الإيرانية، وموقف أمريكا السابق من إيران، وموقفها الحالي فيما يتعلق بالملف النووي وإزالة العقوبات. وده اللي قاله أخيرا أو مؤخرا جون كيري، اللي قالوا بالتأكيد وإن الفوضات لا زالت متواصلة، وسواء مع كاترين أشتون أو محمد جواد ظريف إلى آخره. هي دي إن أمريكا الدولة اللي قامت على مفهوم القوة يعني من يستطيع. الدولة دي ما بتتعاملش إلا بمبدأ القوة ولا تحترم إلا القوي، ما بتحترمش الضعيف. هذه الدولة اللي بترفع رايات الحرية والديمقراطية في العالم هي التي ترددت في موقفها تجاه ثورة مصر. نعم. هي التي بدأتها بالتحفظ، هي التي بدأتها باتهام المصريين بحدوث انقلاب. نعم. واتهام الجيش، هي التي بدأتها بالتردد بين هذا وذاك، هي التي انتهت مؤخرا إلى أن الثورة المصرية لابد أن ينحاز لها الأمريكان، هي التي أدت اليوم إلى موقف كثير من أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى دعم ثورة 30 يونيو ودعم المشير السيسي شخصيا في انتخابات الرئاسة. نعم. يعني هذا الموقف المتذبذب لم يكن ارتجاليا، هو بيبنى على مفهوم القوة. قد إيه مصر قوية؟ هل الموقف اللي خرج فيه 30 يونيو الشعب موقف عابر وهيعدي، ولا الشعب مستمر؟ ده الشعب بيثبت كل يوم ان مش بس الاخوان اللي كانوا بيضحكوا علينا باسم الدين يقدروا يضحكوا علينا ويطلعونا، ما عادوش يقدروا. نعم. الشعب عاد بيطلع بمفهوم الاستقلال والثوره. نعم. وده الخطر ودي القوه. ده الخطر على امريكا واعوانها والاخوان، ودي القوه بالنسبه لمصر، ودي القوه بالنسبه لمصر اللي امريكا اضطرت تحترمها. وانا بقول اهو يمكن احنا جالنا دعوه من اعضاء في الكونجرس ولاول مره رغم مواقف المناهضه لامريكا على طول الخط. نعم. ان انا يعني مش ممكن انافق على حساب شعبي ودولتي. نعم. رغم ذلك الكونجرس الامريكي اللي بعت لنا دعوه عشان زياره عدد من القوى السياسيه للتوافق حول مفهوم، يعني نشرح ابعاد الموقف المصري. نعم. وهم يعيدوا النظر في رؤيتهم للمشهد المصري. طب سياده المستشار، يعني انا ده تغيير على فكره، يعني ده تغيير في الموضوع. هو تغيير طبعا، مدرج كبير جدا. يعني وقتنا خلاص يعني والاسئله كانت كتيره، ولكن سريعا لانه موضوع يعني مهم جدا ان احنا نلقي عليه الضوء. وزياره المشير عبد الفتاح السيسي ومعه برفقته وزير الخارجيه نبيل فهمي لموسكو، تداعياتها، ولكن حضرتك هتقول لنا ما هي التداعيات ولكن بعد العاجل وتوقف حركه مترو الانفاق بسرايا القبه لوجود الاخوان اعلى كوبري المطريه. هو ده الارهاب بعينه. يعني قولي لي عملوا ايه يبين او يوضح ان الناس دي لها وجود، او الناس دي لها رغبه، الشعب ليه رغبه في انه يسمعهم حتى. نعم. كل عملياتهم تتسم بالعنف والارهاب والاكراه، زي اللي بيسرق واحد بالاكراه. نعم. زي اللي بيعمل يعني اجراء مش بس اجرام، لا ومصاحب للاكراه. يعني ما يرتكبوه في حق مصر هو صوره مكرره فوتوكوبي من اللي بيحصل كل يوم. نعم. وده حتى انتهاء المرحله الانتقاليه. انا عايز اطمن المصريين، ده ما يخوفش ولا معناه ابدا ان في ضعف، ولا معناه ان الشعب المصري هيتراجع. ده يزيدنا اصرار على اننا هنكمل المشوار. طيب سريعا سياده المستشار، لان في سؤالين مهمين والوقت خلاص يعني طيب تقييمك لزياره المشير، وسريعا جدا عشان في سؤال تاني. تقييم الحقيقه، تقييم لزياره المشير نعم. عبد الفتاح السيسي والسيد الوزير نبيل فهمي وزير الخارجيه، الحقيقه من انجح زيارات مصر اللي خارج على الاطلاق. نعم. في التاريخ الحديث. يعني هات لنا كده منذ 30 عاما او اكثر، لا 33 سنه، منذ نهايه اعتقد من زياره السادات اللي رجت الدنيا. نعم. عشان كامب ديفيد وكده. انا ما اعتقدش ان في زياره مصريه للخارج اثرت ولا هتاثر زي زياره السيسي ونبيل فهمي لروسيا. ليه؟ انا عندي فايدتين يعني في منتهى الوضوح. نعم. اول حاجه استقبال حافل لوزير دفاع وليس لرئيس جمهوريه، ولكنه كان على درجه في شكل رئيس جمهوريه. نعم. يعني بوتين انا زرتهم وزرناهم كوفد وتعاملوا مع المصريين بمفهوم مختلف. نعم. عكس كل التقاليد. نعم. التقاليد الروسيه ده الدب الروسي يعني. نعم. يعني اقوى من الامريكان عند بعض الدول. نعم.
هذا الدب الروسي له تقاليد، ألا يتقابل مع رئيس الدولة إلا رئيس دولة. نعم. ألا يتقابل مع رئيس الوزراء إلا رئيس وزراء. نعم. ألا يتقابل مع وزير خارجية إلا وزير خارجية، ومع ذلك نعم. خلفه معانا في الوفد الشعبي، قابلنا وزراء وقابلنا رئيس الوزراء السابق وقابلنا رئيس الدوما أو نائب رئيس الدوما اللي هو رئيس البرلمان الروسي. مع السيسي عملوا ما هو أعلى وأكثر تقدير لمصر. نعم. إن بوتين استقبله ومنحوا نجمة ما بنمنحهاش نعم. إلا لرؤساء دول على قدر كبير من الصداقة مع روسيا والقيمة. نعم. أيضا دعم بوتين للسيسي، هذا هو المغزى. نعم. الدعم، هذا الدعم هو أول وأهم دعم على الإطلاق للمشير السيسي في رحلة السياسة المصرية القادمة. ومش بس في مرحلة اللي ترشح الانتخابات، ولكن فيما بعد والعلاقات ما بين مصر وروسيا فيما بعد. وكأن نعم. بوتين وصف الانتخابات بأنها حسمت. نعم. وكأن بوتين يتمنى أن يدعم المشير السيسي فيما بعد مشواره السياسي. نعم. من اجل استقرار مصر. نعم. هو يعني انا كان نفسي الوقت يكون اطول، لان في اسئله كتير جدا كنت حابه اطرحها على حضرتك، ولكن مع الاسف وقتنا انتهى. فنتمنى ان احنا نتواصل في لقاء اخر، نتمنى ان احنا نتواصل في لقاء اخر سياده المستشار، لان الوقت بالفعل انتهى. في نهايه الفقره بتوجه بخالص الشكر لك سياده المستشار احمد الفضالي، منسق تيار الاستقلال. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، تحياتي ليك. مشاهدينا الكرام، متواصلين واياكم في مباشر مصر، ولكن بعد الفاصل هيكون مع حضراتكم الزميل وائل العشري ليستكمل واياكم فقرات هذا اليوم من البرنامج. بالنسبه لي تحيه كل فريق العمل اقدمها بالتاكيد، تحياتي لكم مشاهدينا اللي تابعنا واللي ما تابعنا ايضا. في امان الله، اترك حضراتكم على وعد باللقاء باذنه تعالى. القاكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البلد دي أجمل ما فيها أهلها، ياما فرحنا سوا وبكينا سوا، نزلنا الشوارع ووصل صوتنا للسما، ما فرقتناش المحن ولا قسمتنا الفتن. احنا المصريين هلال في حضن صليب، احنا المصريين بإيدينا دي كتبنا التاريخ، وبإيدينا دي هنبني كل اللي اتهد. احنا المصريين هنكمل المشوار، مشوار بدأوا جيشنا صاحب الانتصارات. احنا المصريين هنرمم ونعمر دور عبادتنا ومش